بزاف ديال الاسئله كتوصلني مؤخرا وكلها كتدور حول هاجس واحد اللي هو انه شحال خصني نجيب في الامتحان الوطني باش نضمن النجاح ديالي ونتهنى. واليوم انا جيت باش نحيد لك هذا الغموض وغادي نعطيك طريقه بسيطه جدا، واحد المعادله اللي هي معادله سحريه تخليك تحسب النقطه ديالك اللي انت محتاجها بوحدك وبكل سهوله، وغير ورقه وستيلو وركز معايا مزيان شنو غادي نوريك. وقبل ما نحسبوا خاصنا نعرفوا ان المعدل العام للبكالوريا راه كيتقسم على 3 ديال الحوايج. المراقبه المستمره كتمثل 25% من النقطه النهائيه، والامتحان الجهوي كذلك كيمثل لنا حتى هو 25%، والامتحان الوطني هو صاحب نصيب حصة الأسد كيمثل لنا 50%. يعني أن الوطني راه كيساوي الجهوي والمراقبة المستمرة بجوج بهم. وباش نعرفوا النقطة ديال الوطني المطلوبة نفترض أنها إن باش تحقق لنا المعدل ديال 10/20 غادي نستعملوا واحد المعادلة اللي هي بسيطة. ها هي شوفها معايا، هاد المعادلة أنا غادي نحطها لك وتبع معايا مزيان. إذا المعادلة ها هي كتشوف فيها باش نشرحها لك بالدارجة وبطريقة اللي هي أسهل. كتجمع النقطة ديال الجهوي R مع النقطة المراقبة المستمرة اللي هي C، وداك الشيء اللي خرج ليك كتنقص منه العدد 40 والنتيجة اللي بقات كتقسمها على جوج. داك الشيء اللي خرج ليك في الأخير هو النقطة اللي خاصك تجيب في الوطني باش تنجح بميزة ديال مقبول اللي هي معدل 10. ودابا اجي ندير واحد المثال باش نوضحوا الصوره اكثر. نفترضوا ان عندنا واحد التلميذ جاب 12 في المراقبه المستمره وجاب 8 في الجهوي، فالخطوه الاولى اننا نجمعوهم، 12 زائد 8 كتعطينا 20. الخطوه الثانيه اننا نقصوا 20 من 40 اللي غتبقى لينا الخارج ديالها هو 20. هاد الخطوه الثالثه اللي غنديرو نقسموا 20 على جوج، النتيجه هي 10. اذا هاد التلميذ راه خصو يجيب 10 في الوطني باش ينجح. خصك تعرف بان هاد الحسبه راه درناها غير باش ترتاح نفسيا وتعرف راسك فين غادي، ولكن واش ولدي انت الطموح ديالك هو انك تجيب 10 في الباك غير باش تنجح؟ راه الامتحان الوطني ماشي غير عتبه ديال النجاح، راه واحد الفرصه باش تبني المستقبل ديالك وتدخل المدارس العليا اللي كتحلم بها. فخدموا على التميز ماشي غير على عتبة المرور. الله يوفقكم كاملين، وأنا معكم دائما حتى يسالي الامتحان. هذه تحياتي إليكم، إدريس أبو رزق.